ليه ممكن مالك الإيجار القديم يرفع دعوى إخلاء ضد المستأجر؟ يعني إيه أصلا دعوى إخلاء؟ إيه الفرق ما بين دعوى الإخلاء ودعوى الطرد؟ الكلام ده مهم جدا جدا لكل ملاك العقارات في مصر اللي بيأجروا وحداتهم العقارية، وطبعا مهم لكل المستأجرين في مصر، بس تحديدا الفيديو ده مهم جدا جدا لكل الملاك والمستأجرين تبع قانون الإيجارات القديمة. ليه؟ لأن الموضوع اللي هتكلم فيه النهاردة قانون الإيجار القديم بالتعديلات الجديدة ضاف عليهم حالتين جداد للإخلاء. يعني قبل صدور القانون ده كان في حالات للإخلاء موجودة في القانون وهكلمك عليها دلوقتي، لكن القانون الجديد ضاف حالتين جداد، وناس كتير من صدمة استقبالهم للقانون ان مطالب ان هم يخلوا الشقق السكني التابع للإيجار القديم بعد 7 سنوات من دلوقتي، و5 سنوات للمحلات التجارية والشقق الغير سكني، نسيوا ان في موضوع جديد اتضاف على القانون ده، وهو ان في حالتين للإخلاء جداد ما كانوش موجودين قبل كده، بكلمك عليهم. فلو حضرتك مستأجر إيجار قديم مركز معايا كويس جدا في الفيديو ده، عشان لو اتعرضت أو لو المالك رفع عليك بالفعل دعوى إخلاء تفهم وضعك القانوني بشكل صحيح. ولو حضرتك مالك إيجار قديم لأي وحدة عقارية بنظام الإيجار القديم، طبعا مهم جدا ليك إنك تسمع علشان تفهم إزاي تسترد وحدتك العقارية من تاني. تعالوا كده نبدأ نتكلم من البداية خالص. أي علاقة إيجارية يا جماعة ما بين مالك يملك وحدة عقارية، بيملك شقة، بيملك محل، بيملك شقة غير سكني يعني شقة إداري، ممكن تتجه نيته إن هو يأجر الوحدة العقارية دي. فطبيعي لما يأجرها للطرف التاني اللي هو المستأجر هيثبت العلاقة الإيجارية دي على ورق اللي هو العقد الإيجار اللي بيكون فيه بيانات الطرفين وتفاصيل الوحدة المؤجرة، الفترة اللي احنا هنأجرها قد ايه، القيمة الإيجارية للمستأجر هيكون ملتزم بيها قد ايه، كل التفاصيل بنكتبها في العقد ده بشكل عام. طيب العقد ده كمان بيبقى مكتوب فيه التزامات وواجبات للطرفين، التزامات بتقع على عاتق المالك والتزامات وواجبات بتقع على عاتق المستأجر. من ضمن الالتزامات دي، وانا هكلمك بسرعة في الموضوع ده مش عايزة اطول فيه، بس ان المالك بيبقى ملزم انه يسلم الوحدة المؤجرة للمستأجر، وبيلتزم انه ما يتعرض لهوش فيها، وبيلتزم انه ما يخليش حد يتعرض له فيها. انا مثلا هأجر شقة عاملها مكتب محاماة او حاجة، او هأجر شقة لغرض السكن وكتبت العقد مع المالك، مش طبيعي ان هو يجيب لي ناس يسكنوا معايا في نفس الشقة، يبقى هو ملزم ان هو يسلمني الوحدة العقارية دي، وانا كمستأجرة عنده ملزمة بايه؟ ان انا ادفع له الايجار اللي احنا اتفقنا عليه في الفترة المتفق عليها. وكمان ملزمة كمستأجرة ان انا لما اجي اخلي الشقة بعد انتهاء الفترة اسلمه العين زي ما استلمتها على حالتها. طيب لو لا قدر الله حصل أي إخلال بالالتزام سواء من المالك أو من المستأجر، مين اللي بيدير المشكلة؟ مين اللي بيحل المشكلة؟ مين اللي مضرور منهم هيتوجه علشان يحل المشكلة؟ أو هيتوجه فين؟ أي عقد في الدنيا بينظمه القانون، فطبيعي إن لو المالك اتضر من العلاقة الإيجارية دي بيروح للمحكمة علشان يرفع دعوى بيطالب فيها المحكمة باسترداد حقه، وبيقول للمحكمة نصا ان انا عملت علاقة تعاقدية مع الطرف ده اخلي بالاتفاق او اخلي بالالتزام او منفذش الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها في العقد والبنود والاتفاقية، فبناء عليه انا عايز استرد وحدتي العقارية. وممكن المستأجر هو اللي يكون مضرور انه اجر شقة ولكن الالتزام من جانب المالك لم يتوفر، ما سلمهوش يعني العين المؤجرة أو حصل أي إخلال بالالتزام. فخلينا متفقين إن أي علاقة تعاقدية بيديرها وبينظمها القانون عن طريق المحكمة. طيب القانون علشان بس تكون فاهم معايا قال إن المالك
علشان يضمن حقه في وحدته العقارية، لأن في الأول وفي الآخر المالك هو صاحب الحق الأكبر. لأن حضرتك، أنا هتكلم عن نفسي أنا شخصيا عشان أتكلم براحتي شوية. أنا لما أجي أجر وحدة عقارية أو وحدة عامة من صاحب الوحدة دي، أنا جاية أستفاد منها بشكل مؤقت مش بشكل دائم، إلا لو هشتريها ده موضوع تاني، ده بيع وشراء. بس أنا بتكلم بموضوع التأجير. أنا جاي أأجر الشقة دي من المالك بفترة مؤقتة، فأنا عليا التزامات أكتر منه. عليا التزامات ان انا التزم بدفع الاجره، عليا التزامات ان انا احافظ على الوحده العقاريه، عليا التزامات ان انا ارجع له الوحده العقاريه زي ما استلمتها منه، ما يتغيرش من شكلها ومن هيئتها. دي كلها التزامات عليا انا كمستاجره اكتر. فالقانون قال ان الاخلاء هو اجراء قانوني بيضمن للمالك انه يقدر يطلب من المستاجر يسيب العين المؤجره. ليه؟ لأسباب معينة القانون بيقولها. يعني مش طبيعي ان تلاقي مالك رايح للمحكمة يقول لهم انا عايز ارفع دعوى اخلاء على الشخص ده اللي اجر مني علشان مثلا انا غيرت رأيي. الكلام ده مش طبيعي. القانون بيقول لحضرتك لازم يكون في سبب محدد قانوني. ما ينفعش المالك يطلع المستأجر من غير حكم قضائي نهائي. وركز قوي على الجملة دي، لأن دي متعلقة بشكل كبير بالقانون الجديد للإيجارات القديمة بعد انتهاء 7 سنوات، وهكلمك عليها في آخر الفيديو. إزاي تنفذ حكم القانون الجديد للإيجارات القديمة بعد 7 سنين من دلوقتي. فما ينفعش المالك بعد ما أجر لي الشقة إن يجي يشيل قفل ولا باب ولا يقطع عليا كهرباء. كل الحركات دي ممنوعة. لا، ده كمان لو عمل حاجة من الحاجات دي بتعتبر جريمة، وساعتها أنا كمستأجرة بيحق ليا المطالبة بالتعويض، مع إن الشقة بتاعة المالك، متفقين على كده. ولكن لأنه أخل بالالتزامات أو عمل لي أضرار، زي إنه كسر عليا باب الشقة وقال لي أنا عايز شقتي قبل انتهاء الفترة، أو إنه نفذ حكم معين غير طريق المحكمة، نفذ حكم معين بغير طريق المحكمة. وهكلمك برضو على الموضوع ده بعد انتهاء العقد المتفق عليه. هل ينفع المالك ياخد الشقة غصب عن المستأجر؟ لا، ما ينفعش، لأنه لو عمل كده ده يعتبر تعدي على حيازة. الحيازة هي الشقة أو هو المكتب اللي انت مأجره. طول ما المكتب أو الشقة في حوزتك في حيازتك، انت غير مطالب قانونيا بأي شيء. ولكن لو سلمت الحيازة اللي هي الشقة أو سلمت المكتب لطرف تاني، لشخص تاني، على سبيل ان انت بتأجر الوحدة دي، ما ينفعش تسترد الوحدة دي غير عن طريقين. يا إما عن طريق التراضي، ان هو يسلمها لك، يخلي الشقة تماما من أي مستلزمات شخصية ليه وبيرجعها لك، أو ان انت بتروح تنفذ الحكم ده عن طريق المحكمة. طيب، ايه الأساس القانوني للإخلاء؟ تعالى كده نتكلم على الأساس القانوني للإخلاء. مبدئيا في مصر الإخلاء بيتنظم بقوانين مختلفة حسب نوع العقد. يعني ايه؟ يعني يا جماعة، وانا اتكلمت على الموضوع ده كتير، ان كل عقود الإيجار اللي موجودة في مصر متقسمة لنوعين ملهمش تالت، يا إما إيجار قديم يا إما إيجار جديد. واتكلمت إزاي تفرق أنت تبع الإيجار القديم ولا تبع الإيجار الجديد، ومنها إنك هتروح تشوف تاريخ العقد اللي معاك. الكلام ده يا جماعة مش هيفرق أنت مستأجر أصلي أو ورثة ممتد إليك عقد الإيجار، الاتنين بينطبق عليهم نفس القاعدة. بتروح تشوف تاريخ العقد الإيجار اللي معاك. لو هو مكتوب قبل يوم 31 يناير لسنة 1996، قبل التاريخ ده، يبقى انت تبع قانون الإيجارات القديمة. لو العقد مكتوب بعد 31 يناير لسنة 1996، يبقى انت تبع قوانين الإيجار الجديدة. طيب، القوانين القديمة
وهي القوانين الاستثنائية هي قوانين الإيجار القديم. القوانين الجديدة اللي بينظمها القانون المدني التجاري اللي هو القانون الإيجارات الجديدة، القانون رقم 4 لسنة 96. مهم جدا إن الإخلاء اللي القانون اداه للمالك يكون مبني على أسباب قانونية، ودي أهم نقطة لكل مالك ومستأجر لازم يعرفها. في حالات معينة قوانين الإيجار في مصر، سواء قانون إيجار قديم أو قانون إيجار جديد أو القانون الجديد بالتعديلات الجديدة للإيجارات القديمة في مصر، اتذكر فيها حالات إخلاء جديدة لازم تكون عارفها كمستأجر إيجار قديم علشان تتجنبها. مش هيفيدك حسن نيتك في انك تعمل حالات الإخلاء دي وتتفاجئ ان المالك رفع عليك دعوى إخلاء، هكلمك عليها. وانت كمالك للوحدة العقارية من حقك تكون فاهم ايه المزايا اللي القانون الجديد وفرها لك. القانون بيقول لكل ملاك العقارات في مصر انت هتسلم شقتك ملكك او محلك ملكك لشخص تاني بمجرد وجود ورقة، وهو عقد الإيجار اللي ما بينكم. انا بضمن لك حقك كقانون علشان تلجأ لي لو حصلت اي حاجة من الحاجات اللي اقولك عليها دلوقتي. بضمن لك حقك ان لو في اي سبب من الاسباب دي وهي اسباب الاخلاء تقدر تلجأ للمحكمة وترفع دعوى اخلاء على المستأجر، وساعتها هتاخد حكم قضائي لو الموضوع متنفذ صح، لو الاسباب دي موجودة في الواقع العملي صح. طيب ايه هي اسباب الاخلاء؟ أسباب الإخلاء القانونية اللي موجودة في أي قانون إيجار، رقم 1 وده أكتر سبب شائع، عدم سداد الأجرة. لو المستأجر اللي مأجر الشقة أو المحل امتنع عن دفع الإيجار بعد ما المالك يبلغه بإنذار رسمي على يد محضر، ساعتها بعد التنبيه بالإنذار بيحق للمالك إنه يرفع دعوى إخلاء على المستأجر. دي الحالة الأولى، عدم سداد الأجرة. تقول لي المستأجر عنده حسن نية اتأخر بس لأنه عنده ظروف، الكلام ده كله ما ينفعش قدام المحكمة، لازم تثبت إن أنت ملتزم بدفع الأجرة. طيب المستأجرين اللي فعلا عندهم حسن نية وبيدفعوا الإيجار ولكن ما كانوش بيثبتوا انهم بيدفعوا الايجار، انت كده بتحط نفسك في مشكلة احتمالية. طب ليه ما نتجنب المشاكل اصلا؟ اثبت كل دفع ايجار بتدفعه للمالك عن طريق انذار، عن طريق ايصال، عن طريق ورقة رسمية مكتوبة بتثبت ان حضرتك ملتزم بدفع الاجرة بتاعتك، علشان ما تحطش نفسك في موضع ان ممكن المالك يروح يرفع عليك دعوى اخلاء بسبب عدم سداد الاجرة وانت دافع اجرتك، فتضطر ان انت تدفعها للمرة التانية. دي اول مشكلة وده اول سبب من اسباب الاخلاء. طيب وبالمناسبة قبل ما اكمل في السبب التاني، لو المالك رفع دعوى اخلاء على المستأجر سببها انه مش ملتزم بدفع الاجرة والمستأجر دفع الاجرة قبل ما المحكمة بتصدر حكم نهائي فيها، يعني قبل ما القضية تنتهي بشكل نهائي يصدر فيها حكم، ساعتها الدعوة بتترفض. لان موضوع الدعوة كان ايه؟ موضوع الدعوة ان المستأجر مش ملتزم بدفع الاجرة، بالتالي لما يحضر جلسة واحدة اثناء سير القضية ويعرض الأجرة بتاعته أثناء سير القضية بتاخد رفض لأن المشكلة اتحلت. طيب السبب التاني من أسباب الإخلاء وهو التأجير من الباطن أو التنازل عن العين المؤجرة بدون إذن من المالك. لو المستأجر أجر شقة على سبيل إنه مأجرها لنفسه، وده كان الاتفاق اللي ما بينه وما بين المالك، المالك اكتشف ان المستأجر ده أجر الشقة دي لحد تالت، لطرف تالت، من غير إذن من المالك أو من غير موافقة من المالك. ده سبب من أسباب الإخلاء، التأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة. رقم 3، الكلام ده برضو بينطبق على كل مشاريع الإسكان الحكومية، كل مشاريع الإسكان الحكومية بينطبق عليها نفس الكلام.
السبب الثالث استخدام العين في غير الغرض. العين هنا يا جماعة يعني الشقة أو المحل، اسمها العين في القانون. استخدام العين في غير الغرض المتفق عليه، زي مثلا ان انا اتفق مع المستأجر ان انا هأجر الشقة دي عشان اسكن فيها، بعدين يكتشف يعني انا كده مأجراها لغرض السكنة، واكتب العقد اللي معاه على اساس ان ده غرض سكنة هسكن فيها، يكتشف بعدين المالك ان انا قلبت نشاط الشقة لمكتب محاماة، لمكتب إداري. هو النشاط شرعي، ولكن مش ده الاتفاق اللي احنا اتفقنا عليه. انت اتفقتي معايا ان يكون لغرض السكنة وخلتيها غرض غير المتفق عليه، فده سبب من الأسباب. من برضو أسباب الإخلاء القديمة هي الهدم أو التغيير الجوهري في العين، يعني أي تعديلات كبيرة بتأثر على سلامة الشقة أو المكان أو العمارة اللي موجودة اللي انت مأجر فيها الشقة، برضو من غير موافقة من المالك. طيب الأسباب برضو اللي متبقية هي مش منتشرة بشكل كبير ولكنها مهمة وموجودة، ممكن تكون بتحصل، زي الأضرار الجسيمة بالمكان. لو انت مستأجر أهملت أو أسأت استخدام الشقة، بسبب إساءة استخدامك للشقة حصل تلفيات ثابتة، ده لازم يكون مثبت من المالك بتقارير قدام المحكمة علشان المحكمة تحكم ليك بالإخلاء. طيب نيجي بقى نتكلم، دي كلها حالات إخلاء قديمة قبل القانون الجديد. القانون الجديد للإيجارات القديمة ذكر حالتين للإخلاء، ركز فيهم كويس جدا يا مستأجر يا إيجار يا قديم ويا مالك برضو، طبعا مهم انك انتوا الاتنين تبقوا فاهمين ايه هي حالات الإخلاء. الحالة الأولى ترك العين مغلقة لمدة عام أو أكتر بدون مبرر، وركز معايا كده في كلمة بدون مبرر. طيب النقطة دي اتسألت فيها كتير، ترك العين، ترك الشقة أو المحل مغلقين لمدة عام من إمتى؟ هل القانون بيتطبق بأثر رجعي؟ يعني مثلا مستأجرين كتير بيسألوا طب أنا سايب الشقة مقفولة بقالها سنين، هل كده المالك يقدر يروح يرفع عليا دعوى إخلاء لترك العين مغلقة لمدة عام أو أكتر بدون مبرر؟ لا، لأن القانون يا جماعة بيتطبق من وقت صدوره بشكل رسمي. فمن يوم 5/8 ده الوقت اللي القانون الجديد للإيجارات القديمة تم نشره في الجريدة الرسمية، من وقت اليوم ده تحسب سنة. لو المالك قدر يثبت ان حضرتك مستأجر إيجار قديم سايب الشقة الإيجار القديم سنة بدون مبرر، ساعتها يقدر يروح للمحكمة ويقول أنا مالك للشقة إيجار قديم، أنا من حقي أرفع دعوى إخلاء على المستأجر ده لأنه سايب الشقة مغلقة لمدة عام من غير مبرر. المالك يسأل طب أنا أثبت إزاي إن المستأجر سايب الشقة لمدة عام من غير مبرر؟ شهادة الشهود، شهادة الجيران، إنك بتجيب شهادة الجيران إن هو مفيش حد ساكن في الشقة دي أو مفيش حد دخل وخرج في الشقة دي بقالهم تقريبا سنة أو أكتر، أو ممكن بإيصالات مرافق من الشركات، المرافق زي شركة المية والكهرباء والغاز، إن الشقة دي مفيش حد ساكن وعايش فيها واستخدم المرافق لمدة سنة، فسهل جدا الإثبات. فلو الحالة دي متوفرة تقدر كمالك تثبت حالة ترك العين مغلقة وترفع دعوى الإخلاء ويتحكم لك بالإخلاء قبل انتهاء 7 سنين. دي النقطة بقى للمستأجرين ما كانوش فاهمينها كويس، إن القانون قال الإخلاء الطبيعي المنطقي هيحصل بعد 7 سنوات، ولكن لو في حالة من حالات الإخلاء ظهرت خلال ال7 سنين، حتى لو ظهرت في السنة الأولى من وقت تطبيق القانون، يبقى من حق المالك إنه يرفع دعوى إخلاء على المستأجر. وأنا بقولك الكلام ده للمستأجر علشان يتجنب الحالات دي، وبقولك الكلام ده للمالك علشان يكون فاهم لو في حالة من الحالات دي موجودة يقدر إن هو يرجع حقه. طيب الحالة، بس قبل ما أقول الحالة التانية، الحالة الأولى كنت بقول في آخرها بدون مبرر، لأن ممكن مستأجر إيجار قديم أو من ضمن الورثة اللي عايشين في الشقة مستفيدين بشقة الإيجار القديم يسيبوا الشقة لمدة عام أو أكتر بس في مبرر. إيه يعني المبرر؟ إن مثلا الراجل اللي عايش في الشقة دي مأجرها سابها مقفولة علشان هو بيشتغل في مكان بره مصر، فطبيعي إن هو يقفل الشقة، أو إن هو طالب بيدرس في جامعة غير
المكان اللي موجود فيه الشقة، فطبيعي ان هو هيقفل الشقة لمدة عام. ده كده مبرر. لو في مبرر مش من حق المالك، لكن لو مفيش مبرر يبقى من حق المالك. طيب، الحالة التانية من حالات الإخلاء الجديدة المتعلقة بقانون الإيجار القديم هي إن المستأجر اللي قاعد في الشقة يكون عنده بديل لنفس الغرض. مأجر شقة أو معاك عقد إيجار قديم لشقة سكني، وفي نفس الوقت أنت عندك شقة سكني تانية. طيب أنا قاعد في الشقة الإيجار القديم دي، يعني أنا مش سايبها مقفولة لمدة عام، تمام، بس أنت متوفر فيك الشرط التاني للإخلاء اللي هو إن أنت عندك شقة تانية لنفس الغرض. لو المالك قدر يثبت إن حضرتك عندك شقة تانية لنفس الغرض، شقة سكني، ساعتها بيحق ليه إنه يرفع دعوى إخلاء عليك، وساعتها بيتحكم له بالإخلاء حتى قبل انتهاء ال7 سنوات اللي القانون حددهم. طيب ايه اجراءات دعوى الاخلاء؟ رقم 1، يكون المالك عنده سبب قانوني، واتكلمت على كل اسباب الاخلاء القانونية. تاني حاجة بيعملها، بيوجه انذار رسمي للمستأجر بيوضح فيه سبب الاخلاء. بعد الانذار وبعد ما بيتم الاعلان عن طريق المحضرين، بيحرر صحيفة الدعوة وبيقدمها للمحكمة. طبعا الإجراءات دي بتكون محتاجة لمحامي، أنا بقولها بشكل جنرال جدا بشكل عام، ولكن هي أي إجراءات أو أي دعوة علشان تكون ماشية بشكل صحيح وواضح وتحافظ على صحة الإجراءات وسير الدعوة والقضية بشكل صحيح، لازم يكون في محامي. فالمحامي بتاع حضرتك بيحرر لك صحيفة للدعوة وبيقدمها للمحكمة. في وقت سير الدعوة بتقدم بقى المستندات اللي بتثبت ان كان في علاقة إيجارية ما بينك وما بين المستأجر، زي عقد الإيجار او زي الإنذار او إثبات سبب للإخلاء. يعني ايه؟ انا مثلا عرفت ان الراجل اللي مأجر مني شقتي بيأجرها من الباطن، رحت الشقة لقيت في ناس غير اللي أنا متفق معاهم أصلا على التأجير، بروح أعمل محضر في الاسم التابع للمنطقة اللي احنا فيها، محضر إثبات حالة. باخد المحضر ده وبقدمه في الجلسة في الدعوة المدني اللي هي دعوة الإخلاء بتاعتي. ده بيقوي من موقفي وبيثبت إن أنا عندي حق. غير المحضر ممكن تجيب تقرير هندسي لو في تغيير في شكل الشقة، أو ممكن تجيب تحريات، او ممكن تجيب ايصالات زي ما قلت لك كده في حاله ان انت عايز تثبت ان الشقه متروكه لمده عام من غير مبرر. بعد سير الجلسات وبعد ما القاضي بينظر في القضيه بتاعتك بيصدر حكم بالاخلاء. ركز معايا بقى كويس جدا 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 كمالك، اوعى تنفذ حكم اخلاء بدراعك. جماعه القانون بيتنفذ عن طريق المحكمه، وده اللي كنت بقوله في اول الفيديو، ان بعد انتهاء ال7 سنوات المالك ازاي، فهمينا بقى كده، ازاي المالك هيرجع شقته الإيجار القديم من المستأجر؟ هل هيروح للشقة يكسر الباب أو يكسر القفل اللي على الباب ويعتدي عليهم ويطلعهم بره ويطلع عفشهم بره وياخد الشقة؟ هل ده قانوني؟ لو انت كمالك عملت كده، انت كده بتعرض نفسك لجنحة اسمها تعدي على حيازة. امال اعمل ايه يا استاذه؟ حضرتك بتروح للمحكمه بترفع دعوى اخلاء. دعوى الاخلاء اللي هترفعها بعد 7 سنين من دلوقتي مش لازم يكون في سبب للاخلاء. امال ارفع القضيه بناء على ايه؟ بناء على تنفيذ القانون، لان القانون قال لحضرتك ان بعد 7 سنين من دلوقتي ليك الحق كمالك انك تسترد شقتك تاني. فبعد 7 سنين من دلوقتي، لو في خلال ال7 سنين دول مفيش اي سبب من اسباب الاخلاء، بتروح للمحكمه هترفع الدعوه بتاعتك، دعوى الاخلاء. ايه سبب رفع الدعوه؟ تنفيذ القانون الجديد، هو رقم 164 لسنه 2025. ساعتها المحكمة مش هتجادل حضرتك، مش هتقولك اثبت، مش هتقولك هات لي محضر، مش هتقولك اثبت لي بقى بإنذار، لا، لأن انت بتنفذ القانون. فالمحكمة هتحكم لك بالإخلاء، وهي اللي هتنفذ حكم الإخلاء عن طريق تنفيذ القوة التابعة للمحكمة. الدولة فيها هيئات تنفيذ هم المسؤولين عن تنفيذ الأحكام القضائية في مصر، مش حضرتك.